مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض الفتة الشامية. فطور جدا بسيط وسهل رح تحبوه كتير. بالبداية أنا عندي هون 400 جرام من المسبحة أو الحمص بطحينة، يعني تقريبا بيطلعوا 3 ملاعق تبع السكب الكبار. رح أحط عليهم معلقة من تبعية الأكل لبن ومعلقتين طحينية. عندي معلقة صغيرة من الثوم، رح حلها هيك شوي مع عصير ليمون، تقريبا ليمونتين، بس مشان هلا لما رح نزلها عليه يعني ما يضل الثوم بجهة لحال. رشة صغيرة من الملح واخلطها كلها مع بعض. هلا شايفين كيف القوام هيك يعني يكون تقيل شوي عندي. صار انا على جرب حمص، رح اخذ شوي من المية الحمص تبعيته يعني واحط عليها واخلطها لحتى تصير عندي ناعمة. الحمص انا هلا يعني رح اعمل كمية صغيرة فما رح احتاجه هذا كلياته، فلحط يعني صفيه من المي وحطه بكاس وفرزه عندي بالفريزر. هلا هيك القوام صار منيح. بالنسبة للخبز هذا أنا عندي الكمية تبعيته، لازم تنشفوه الخبز كتير منيح، يعني شايفين كيف لازم يتكسر معاكم، لأنه هلأ إذا كان طري رح يعجن معانا. رح رش عليه معلقة صغيرة من الملح، معلقة شوي أكبر من الكمون، لحط عليه الحمص اللي سلقته ومن مية الحمص كمان شوي، وبدي احط تقريبا معلقتين كبار، معلقتين سكب من البدوة اللي سويناها. هلا انتو طبعا اذا عاملين كمية يعني اكبر لازم تحطوا يعني تقدروا انتو قد ايه الكمية اللي لازم تستخدموها. رح خلطها هيك شوي مع بعض، ورح اضيف كمان شوي من الحمص والمي تبعيته، يعني انتو لازم تقدروا قد ايه تحتاجوا من الحمص والمي تبعيته والبدوة. خلطهم هيك شوي مع بعض. هيك صارت أنا منيحة عندي. برتبها هيك شوي بالصحن. بدي احط هلا كمان على الوش من هدول معالق السكب الكبيرة حمص، بدي احطها بس هيك على الوش يعني بدون ما اخلطها معاه، وضيف عليها كامل كمية البدوة. رح نزلها كلها بالمعلقة وبرتبها بالصحن. رح رش عليها هيك شوي كمان من الكمون، بتقوي هيك الطعمة تبعيتها وبتعطيها منظر حلو. وبالنسبة للتزيين بتزينه بالطريقة اللي انتو حابينها. هلا حط هيك يعني شوي بالزوايا من الحمص وشوي كمان بالنص، ومحمصة انا كمان عندي شوي من اللوز بالسمنة بضيف عليها. سامعينها بالصوت ما احلى، السمنة بتعطيها طعمة جدا جدا طيبة. اللوز انتو ممكن يعني تحطوا لوز مثلي او تحطوا صنوبر اللي بتحبوه انتو، بيعطيها طعمة كتير طيبة. رح رش كمان عليها شوي من الفلفلة الحمرا بتعطيها منظر حلو، رح احط لها هيك نعناعية بالنص. وبس هذا هو بطاقنا لليوم. شايفين كيف بسيط وسهل، طعمة جدا جدا طيبة، سريع هيك للفطور بشبع. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك، بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.